في فعلا فيلر ثمنه 1500 زي ما بنسمع كده؟ في ناس بتحقن فيلر ب1500، بس قصة الفيلر ابو 1500 ده عبارة عن ايه؟ في حاجة اسمها البادي فيلر. البادي فيلر ده المفروض الكثافة بتاعت الفيلر عالية جدا، فبيتحقن في اماكن واسعة في الجسم. يعني بيتحقن في المؤخرة، بيتحقن في مثلا في السمانة، في الايد. ده فيلر تقيل. البادي فيلر ده في شركات معتمدة بتبيعه، لكن انا جالي في العيادة ناس بتبيع بادي فيلر ببطرمانات يا خبر او جراكن. تمام. طب الفيلر ده الشركة بتاعته ايه؟ لا احنا يعني بنوزعه. احنا بنوزعه، مش معتمد ومش مرخص، مجهول المصدر. فاللي بيحصل بقى ايه؟ ان البادي فيلر ده في الاماكن اللي هي بتعمل الفيلر كده يقوموا جايبين الجيركن او البطرمان ده ويقعدوا يعبوا سرنجة 1 ملي على قد سرنجة الفيلر اللي احنا بنحقنها دي. خبر ابيض. يحقنوا كذا سرنجة 1 ملي. تمام. تبقى واقفة عليهم السرنجة مثلا بكام؟ هو بيبيعها ب1500، لا دي ممكن تبقى واقفة عليه ب100 جنيه ولا حاجة. يا خبر ابيض. بالنسبة للكمية تعمل كوارث بقى في البشرة. بادي فيلر ومجهول المصدر. تمام. وحقنته في الوش او حقنته في الشفايف. تمام. المفروض الشفايف او كل جزء من الوش بيبقى فيه كثافه الفيلر، ليه كثافه معينه. يعني كثافه الفيلر اللي بحقنه في الشفايف اقل من كثافه الفيلر اللي هحقنه في الخد. اقل كثافه بتبقى اللي هي تحت العين، بيبقى محتاج فيلر خفيف جدا عشان ما يكلكعش. فاما اجي بقى احقن الفيلر اللي هو بتاع البادي فيلر اللي هو اكتر كثافه ده واحقنه في الوش وفي المناطق دي، فاكيد هيعمل لي كوارث. يعني اكيد هيكلكع، ممكن طالما مجهول المصدر مش معقم كويس يعمل لي التهابات، يعمل لي بقى تليفات. لو عمل تليفات تلاقي في مطبات حصلت في الجلد بتاع الوش، ضيعت الدنيا عشان توفر. لو حصل التهاب ممكن يحصل حاجه اسمها فقدان جلدي. يعني من اكتر الحاجات اللي ناخد بالنا منها في حقن الفيلر ان احنا كدكاتره عارفين الاوعيه الدمويه اللي ماشيه في الوش، فبنحقن الفيلر بعيد عنها. تمام. لكن لو واحد مش عارف وحقن ماده اللي هو الفيلر التقيل ده، حقنه في وعاء دموي، الجلد اللي بيغذيه الوعاء الدموي ده بيموت، يحصل حاجه اسمها فقدان جلدي. فتخش في حاجه يعني لا قدر الله، يعني بعيد عن السامعين، حاجه اسمها ايه؟ فقدان في الجلد، عملت ندبه، تشوه يعني. فانا ليه اخش في مخاطره زي دي؟ ده يعني الواحد بيبقى ماشي بستر ربنا.